أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في أولى حلقات تلفزيون رمضان. طبعا موضوع تلفزيون رمضان ده كاسم مش عارف احنا افتكسناه منين، ولا هو افيه ولا هو حاجه كريتيف، بس الفكره كلها ان احنا قلنا نختلف وخلاص. زي ما حصل في اعلان الامبراطور بتاع الملابس الداخليه، في اخر الاعلان ما لقوش حاجه يقولوها فراح حاطط اي مالي وخلاص وقال امبراطور استك الاستيك فانتاستيك. العادي والطبيعي بتاع كل سنه ان جمهور رمضان هو اللي بيحكم على المسلسلات او الاعلانات او البرامج، لكن السنه دي حصل حاجه غريبه جدا، ان كتير من المنتجين والمؤلفين والمخرجين والممثلين، الناس اللي صنعت المسلسلات والبرامج، عبروا عن استيائهم بسبب قطع التترات. التترات دي بالظبط عامله زي نبطش الافراح، بيطلع لك كده بليسته وبيقول لك عم محمد كان مخرج، وعم محمد كان مؤلف، وعم محمد كان بيمثل، وعم محمد كان بيشارك في التمثيل، وعم محمد كان طالع من فوق السطح بيبص. اي حد في الدنيا كان بيشارك في المسلسل او في انتاج العمل ده بيكتب اسمه. لكن دلوقتي بقى بيحصل حاجه غريبه، ان التتر ده بقى بيتقطع عشان يطلع فيه اعلان زي ده. ايه ده؟ انت حامل؟ لا ده قتل. عندك اعلان زي ده اصلا بتاع الاستاذ عمرو عبد الجليل كلنا بنحبه، لكن هي الفكره اصلا تقريبا كان مكتوب عنها بوست من السنه فاتت او اكتر كمان بنفس فكره الاعلان ده بالظبط. واضح جدا بقى ان سيناريست مسلسل وش تاني عبر عن الموضوع ده بتاع الاعلان وبتاع البوست في حته كده طلعت في المسلسل. انا بولد تايهه مش عارفه انا فين. تايهه فين؟ الفنان حسين فهمي اللي طلع في مسلسل وش تاني وقال الكلمه دي لمراته، هو الاستاذ حسين فهمي اللي طلع في اعلان فودافون وشارك فيه. يا درش عاش بن سمع صوتك. الاعلان ده اللي علقت عليه شركه اتصالات وقالوا لا مش كانوا ادوا الفلوس دي للناس، كانوا هينبسطوا اكتر والله. الناس شافوا ان اللي بتعمله اتصالات ده اصطياد في المعلقه. طبعا احنا ما عملناش حاجه، هم اللي عملوا على مواقع التواصل الاجتماعي وجابوا الاتصالات قديمها وقالوا ملفات قديم وتاه، وجابوا لهم بقى شويه الفنانين والممثلين اللي كانوا بيمثلوا في اعلان قبل كده وبيغنوا فيه اتصالات برضه. ده بخلاف اعلان السنه دي اللي اتصالات اصلا صارفه فيه كتير جدا، بس اتصالات امارات. طبعا وبناء عليه احنا بنحب نقول الاتصالات لا مش كانوا ادوا الفلوس دي للناس، كانوا هينبسطوا اكتر والله. اتصالات فاكره انها كده عملت الغلط مع شركه فودافون، لكن ما تعرفش ان شركه موبينيل عملت الغلط مع الشركتين في اعلان ليها من كام شهر فاتوا. الشبح الاخضر والمارد الاحمر. الفكره اللي عملتها فودافون في اعلانها السنه دي كانت نفس الفكره اللي كانت لاعلان بيبسي السنه اللي فاتت. اعلان بيبسي ده هو نفس اعلان بيبسي السنه دي. الفكره بقى كلها ان الناس استاءت من اعلان بيبسي بتاع السنه دي وكان ليها ردود فعل كتيره جدا عليه، لكن الاغرب بقى من كده ان اصلا اعلان بيبسي ده متاخد من فكره اغنيه اجنبيه. تعالوا نشوف. اللي حصل ده خلى الناس تقول ان مفيش ابداع في اعلانات رمضان زي ما بيحصل كل سنه، وده اللي خلانا نشوف ان الاعلان ده شكرا 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 ما يختلفش كتير عن الاعلان ده. شكرا 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 للي ادى اشاره وكمان التزم الحاره. في اعلان بقى طلع انا مستغرب من الموسيقى بتاعته قوي، مش عارف في ايه. تعالوا كده نشوف الاعلان ده ماله. شخصيتها، شكلها، قلبها. هتحس ان الاعلان ده تكمله للاعلان ده. عينيها ولا شكلها؟ نقلب بقى كده يمكن يجي لنا اي حاجه تانية، مسلسل ولا حاجه، الواحد اتخنق. ايه ده؟ اعلانات تبرع. مريض السرطان صغير أو كبير، إيدين كل مصري ممدودة وشايلاه. هتبرع. كل جنيه بتتبرع بيه مش بس بينقذ قلب طفل، ده بينقذ حياة عيلة. هتبرع. ونوفر ليهم حياة كريمة، بس الحقيقة لسه في كتير جدا محتاجين مساعدتنا. هتبرع. وكل ده عشان خاطر ولادنا، مستنيين مساهمتكم. هتبرع. 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 نقلب بقى على اي حاجه تانية. ولما الأمر بيتعلق بموضوع شخصي ومهم زي تحويل الأموال. بحبك يا هضبه والله، بس هتحول الفلوس دي فين؟ أنا اخترت أعيش في بورتو أكتوبر. بص يا استاذ هضبه، والله العظيم انا من الفانز بتوعك، بس انا نفسي والله العظيم تروح حضرتك تتبرع باي حاجه باقيه من الحواله دي لاي حاجه من المستشفيات دي. حكم ان انت حضرتك بصراحه انا فاكر زمان لما كنت بتحارب الامراض دي بنفسك. البلهارسيا العجيبه اللي تجنن. يلا بينا بقى نقلب على قناه تانية. ايه ده؟ اعلان ام حسن. اهو اعلان ام حسن ده بقى معمول علشان خاطر بس يقول لك ورحمه امي اقسم بالله العلي العظيم احنا ما بنبيع لحوم فاسده، ان هم بيدللوا البقر بتاعهم وبيعملوا الشوربه بتاعتهم من ميه زمزم، وكمان الملوخيه بتاعتهم بيشرف عليها الدكتور مجدي يعقوب بنفسه. هنا بقى في سؤال، ام حسن بيقولوا في الاخر كده ناس كتير مش هيعجبها ده، وهتحاول تقطع كل ايد مصريه بتبني عشان نقفل مصانعنا وكياناتنا الاقتصاديه. قصدك الحكومه يعني؟ طيب وبكده احنا بننهي حلقتنا عشان بصراحه الاعلانات دي زهقتنا في عيشتنا.
يا رافض بس انت اتكلمت عن كل دول ونسيت البرنس. برنس مين يا عم انت؟ البرنس اكله زي الفل والدنيا حلوه. مش قصدي على البرنس ده، قصدي على البرنس ده. تعال معانا مع بعض كلنا. دي كانت الحلقه الاولى من تلفزيون رمضان. ان شاء الله في الحلقه الجايه هنتكلم عن مسلسلات رمضان واللي كان فيها عجب العجب. ايه عجب العجب ده؟ السلام عليكم.